المشترك تظاهرة بين بلدية صفاقس والمندوبية الثقافية بجية صفاقس وجمعية المهرجان للموسيقات المغاربية. جات الفكرة أنه يكون فما تظاهرة تمتد على كامل السنة، في آخر كل شهر فما حفل، وبالطبيعة الاختصاص باش يكون المألوف، باعتبار الاختصاص هذا اللي تخدم عليه الجمعية وهي المحافظة على الموروث الثقافي والهوية التونسية. بالطبيعة اخترنا مجموعة من الفرق اللي تمثل تونس على الصعيد المحلي على الصعيد الوطني، ونستضيف أيضا فرقة من الجزائر اللي عندها رصيد كبير ياسر في هذا الفن منذ تقريبا 50 سنة. احنا فرحانين الحقيقة بالنتائج اللي مازالت محتجمة، أما نعتبروها نتائج هامة. اليوم أكاديمية صفاقس المألوف معناها فيها نسبة هامة من الأطفال اللي قاعدة تتعلم في الفنون وأصول الموسيقى التونسية والمألوف التونسي، وأكيد احنا فرحانين بالنواة هذيك، لأنه عن طريق أطفالنا هذيك وين مش نجموا نخدموا للمستقبل. قاعدين نعقدوا في شراكات بثلاثة وأربع سنوات مع شركات اقتصادية. كل ما نتوجهوا الحقيقة لمندوبية الثقافة أو بلدية صفاقس نلقاو الدعم، أما كهو ما باليد حيلة. نفس الظروف اللي تأسست فيها الرشيدية هي توا مدام زحاف قاعدة ألمان ان كومبا كوتيديان، قاعدة تعمل في مجهود جبار، وشعارها الفن جميل والفن أجمل منه. قاعدة تقوم بعمل كبير برشا نضال للمحافظة على الطابع التونسي وعلى الأغنية التونسية، والمقصد هو أخيرا هو الحفاظ على الذوق العام. الحقيقة راهو اللي قاعدة تقوم به هو النضال الحقيقي. هذه تو يعتبر آخر الأسوار كما الرشيدية للمحافظة على الأغنية التونسية اللي قاعدة تقوده مدام زحاف والليكيب تاعها. أنا من نجم كان نحييها، وإحنا باش نعملوا مجهودنا باش تكون هي من المؤسسين الرشيدية. أنا واثق اللي بهالإرادة والمحبة للثقافة والفن الأصيل لازم نوصلوا لنتيجة. وهذا هي كي مست القاعدة، مست التلامذة، معناتها مست الولدات الصغار، هذوكم هم عمارة البلاد نهار آخر. يبقى ديما الطبوع التونسية هي الأصل، وما تصح الصدقة لما تزلزل ملاه، والأصيل يبقى ديما أصيل. وهي الحمد لله الانتيتولي نتاع الجمعية اسمها أصيل. أنا كان جيت رديت جمعية مهرجان الوفاء والأصالة للموسيقى الغرناطية مألوف. وبارك الله فيكم، احنا نعملوا عليكم، راهو انتم الإعلام، انتم الظهر نتاعنا. المبادرة هذه جات في إطار الشراكة اللي هي فعليا كانت موجودة بين جمعية معهد الرشيدي وجمعية الأصيل بصفاقس. اليوم جات هذه المبادرة، حبينا هالشراكة هذه تكون معناها في شكل معناها عقد شراكة هذايا في إطار الاحتفال جمعية المعهد الرشيدي بالذكرى 90 لتأسيسها. الفحوى متاع هذا العقد أو عقد الشراكة نجم نلخصوها في التعاون الأكاديمي بين جمعية المعهد الرشيدي أو تحديدا المعهد الرشيدي، على اعتبار أنه جمعية المعهد الرشيدي تدرس الموسيقى التونسية وخاصة المألوف، كذلك مع أكاديمية صفاقس باش نقوموا بدورات تكوينية وتبادل تجارب وتبادل خبرات. كما تعرفوا انتم الرشيدية عندها معناها رصيد كبير، وعندنا موروث كبير، وعندنا أرشيف تاع جمعية المعهد الرشيدي اللي هو توا عندنا رشيدية بوانتيان اللي هو موقع الواد هذايا تراث البلاد. هذه معناها موسيقى متاعنا متاع تونس، يلزمنا الكل كتوانسة كشعورنا بانتمائنا لهذا الوطن أنه نحافظوا عليه، وأنه نعتزوا ونفتخروا اللي احنا ننتمي لبلاد فيها موروث الناس الكل تعرفوا في الشرق والغرب. كي تقول تونس تقول المألوف التونسي. نعتبر الرشيدية هي الأم، سيت اون ايكول، مدرسة عريقة عندها تاريخ طويل وكبير، واحنا تولدنا البارح.
أكيد أنه التجربة متاعهم طويلة برشا، وأكيد هما مش يفيدونا كما احنا مش نحاولوا نفيدوهم بطرقنا احنا، تو يكتشفوا هما كيفاش احنا مش نفيدوهم.